عندما تمتلك القدرة على فعل الخير فافعل، وعندما يضع الله في يديك عطاء قد ينفع غيرك فلا تبخل، وعندما يكون بإمكانك إضاءة طريق أو تشييد بنيان أو بناء روح أو إقالة عثرة أو بذل إحسان فكن مبادرا ولا تبخل أبدا. واعلم بأن كل شيء يفنى إلا الفعل النبيل والأثر الجميل. فالأناقة لا تنحصر في المظهر فحسب، الأناقة بالحضور، الأناقة بالحديث، الأناقة بالفكر، الأناقة بالأخلاق، الأناقة بالتعامل. وليس هناك أجمل من أن يكون الإنسان أنيق الروح والشخصية، ذو لباقة ودماثة، مدركا موضع خطواته، وازنا أفعاله وكلماته، واضعا الأشياء في مكانها الصحيح، وإن عبر ترك جميل الأثر. فلا تستهن بأثرك الطيب، قد تكون نورا لأحدهم دون علمك. ربما ألقيت كلمة على مسامع أحدهم استقرت في أعماقه وشكلت نقطة تحول في حياته. ربما قدمت نصحا صادقا غير حياة أحدهم إلى الأفضل. ربما بذرت بذرة خير فمضيت ونسيتها، واليوم أصبحت شجرة خضراء يستظل بها العابرون ويأكل من ثمارها السائرون. كن خيرا بقولك وفعلك وكل أمرك، ولا تستهن بما يصدر منك مهما كان بسيطا، فإنك لا تعلم أي درب مضى وأي درب تضيء وأي روح تبني وأي أثر تترك. فطوبى للإنسان، طوبى للإنسان عندما يبني أخاه الإنسان ويكون مصدرا أصيرا للخير.